في القمة المؤجلة من الأسبوع العاشر الزمالك بيفوز على النادي الأهلي 2-1. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة. اسمي علاء محمد ويلا نبدأ. قدم نادي الزمالك بالهدف الأول عن طريق سيف الجزيري، ثم تعادل الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر، ثم تقدم مرة أخرى سيف الجزيري بالهدف الثاني علشان تنتهي المباراة بفوز نادي الزمالك. وخلينا نبدأ بنادي الزمالك. جوميز المدير الفني لنادي الزمالك كان واضح جدا انه مذاكر النادي الاهلي كويس، قدر يقفل على مفاتيح لعبه، وكمان اللعيبة ساعدته بأداء كان رائع جدا النهارده. ولو استمروا على كده ومع التدعيمات من الإدارة هنشوف نسخة قوية للزمالك. ونروح بقى للنادي الأهلي. كولر لازم يراجع حساباته كويس وخاصة في التشكيل، وكمان انه دخل على ماتشين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. كولر بعد الماتش عنف اللعيبة بشكل قوي. الكبوة اللي الأهلي فيها دي ليها أسبابها زي ما شرحنا، وكمان بتعدي على أفضل فرق العالم، بس المهم ان كولر واللعيبه تفوق منها باسرع وقت.